السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. اكيد كلنا زهقنا من صواني الفته والرقاق. ما تيجوا نعمل حاجه خفيفه كده. هنعمل مع بعض اكبر رغيف حواوشي. هعمل رغيف حواوشي بالحجم العائلي. شايفين ما شاء الله حجمه عامل ازاي، وشايفين اللحمه جوسي من جوه والرغيف مقرمش من بره. تتبيله سهله جدا وبسيطه، وطعم يغنيك عن اي مطعم. واللحمه متبله على مزاجنا، شطه وبصل وفلفل وكل حاجه بتقولك انا ايه، انا اهو. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا دوسوا لايك وشيروه مع اصحابكم اللي بيحبوا الاكل ده. هنا طبعا عندي كميه لحمه مفرومه. ده تقريبا حوالي كان كيلو الا ربع. حطيت عليه نص مقدار اللحم. حطيت عليه بصل وفلفل حامي وفلفل بارد، وكان قرن فلفل برضو ايه احمر. حطيت معلقتين من دي عشان لو في اي سوائل. طبعا فلفل اسود وشويه حبهان، شويه كبابه صيني، شويه بابريكا، ونزود الطعم شويه. نحط لها معلقه بهارات حواوشي او كيس اللي هو التتبيله الجاهزه. حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان اللحمه ما تكونش مكتومه معايا. واخر حاجه واضافه تديها طعم حلو، معلقه من السمنه البلدي كده هتديها ايه طعم حلو. ندعك كل المكونات دي مع بعضها. وشايفين الرغيف ما شاء الله اكبر رغيف زي ما بقول لكم. نفتحه بالطريقه المعتاده بتاعتنا. طبعا احنا شغلنا الفرن. نبتدي بقى نحشي من جوه كده ونوزع اللحمه بطريقه متساويه عشان عارفين ان اللحمه بتكش. فنحاول نملى الرغيف والجوانب او الحواف ما نخليهاش فاضيه. ونضغط عليه بعد من ايه ما نحشيه. جبت الصاج وحطيت فيه ورقه فويل عشان ما يبوظش يعني. ودهنت الرغيف كده بشويه زيت من فوق ومن تحت. وهسيبه على الشبكه لحد ما يتحمر. هلاقي الوش التحتاني اتحمر، هقلبه على الايه على الوش الفوقاني لحد ما اتاكد ان اللحمه ايه استوت. اطلعه بقى، قدموه بقى جنب بطاطس وجنب طحينه وشويه مخلل. تقطعوه تحطوه سليم اللي يعجبكم. اهم حاجه تجربوا الوصفه دي. وفي الاخر بقول لكم ان الوصفه دي مش بس اكله، دي حكايه. ولو حبيتوا الحكايه ما تنسوش اللايك، واستنوني في حدوته جديده من مطبخي. واستنوني في وصفه تانية يمكن نعمل رغيف اكبر من كده. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.